قد ما عملنا قيمة للطحين فكر حاله كوكايين كوسا. راس ولاد. واتساب بويز، اليوم رح نحكي عن شخصية طالعة جديد بالتيك توك اللبناني والعربي. في ناس معتبرتها حدا عم يستهبل، في ناس معتبرتها حدا بيضحك، طبعا حشا قيمتها، بس اللي الناس ما بتستوعبه هو انه ممكن ورا هيدا الضحك يكون في زعل كتير كبير. فحنشوف اليوم كم فيديو نعلق عليهم، وبالاخر بدنا نحكي انا وياكم كلمتين كتير مهمين على رواق. طيب هيدا حسابها، يلا خلونا نشوف. هربنا من الحرام التقينا بولاده كوسا. راس ولاد. اقسم بالله ما خي هربنا من الحرام لقينا اولاده مخلوق عم تعطيك حكم، عم تعطيك عبر بالحياه. تعرف هول اللي انت بتقعد بتاخذ هيك عبر واحاديث من جدك، المخلوق عم تعوض لك عن جدك. يعني شو بدي اقول لك؟ فوق منهم هن عايشين بوجهين ولا واحد فيهم حلو كوسا. راس ولاد. لا شو هالحركه؟ فوق منهم هن عايشين لا شوفوا لي الحركه شباب. راس ولاد. هيك بنعمل باي. هيدي مش باي يا طنط. مثل ما في شنقو ضد القشرة في عالم ضد العشرة وكوسا. ولد. إذا الدنيا عطتك ظهرها بعصا وهراب كوسا. راس ولاد. والله طبيعية، اقسم بالله والله طبيعية، والله كثير قوي المخلوقة يا زلمة. خي انا الوحيد اللي بشوفها مهضومة لهالانسانة، صدق انا بحس روحها كثير حلوة، انه هالانسانة بالقليلة عمرها هلا 50 سنة، واللي الناس ما عم تفهمه انه ليوصل انسان لعمر ال 50 سنة ويقرر انه يعمل محتوى كوميدي على السوشيال ميديا، صراحة هذا انجاز كثير كبير. انا ماني عالم نفس ويمكن ما إلي الحق ابدا اني احكي، بس انه هالانسان تكون هلا على هالعمر لاقيت شغف جديد لحياتها تسعى له، هيدا انجاز كثير كبير وتحترم عليه. لانه برأيي الشخص اللي حياته بلا هدف او بلا شغف حياته فاضي بصراحة. الشغف هو اللي بخليك تفيق كل يوم وعندك امل للحياة. ما نحن اصلا عايشين على امل، منفوت على التخت ومننام على امل انه حنفيق بكره، يمكن ما نفيق بكره، يمكن ربنا ياخذ امانته، على امل انه بكره احلى، على امل انه سنين الجاي احلى، على امل انه ننجح بالحياة، على امل انك تعمل لي سبسكرايب لنوصل لل 2000 سبسكرايبر باسرع وقت. يمكن هالمرة اللي شايفينها هلا عم تعمل كوميدي هي انسانة ربت اجيال لما كانت بعمر اصغر، يمكن تكون ربت رجال راحوا استشهدوا في الوطن دفاعا عننا وعن وطننا، يمكن تكون ام دكتور او مهندس او ام عامل نظافة او نجار او سنجر او اي شيء من هول المهن يلي المجتمع كتير بيتطلبها وبلاهم نحن بنغرق بزبالتنا. فلهالسبب وهيدا الحكي للناس اللي مستصغرتها للمخلوقة يلي عم تتمسخر عليها او معتبرينها انسانة فاضي، ما بحياتك تستوطي حدا وتفكر انه هالانسان بياع. يمكن هالانسان مقدم لحياته اكثر بكتير مما انت واجدادك كلهم قدموا، بس لانه هالانسان طالع بصورة معينة على السوشيال ميديا ما معناته انه هالانسان ما عنده انجازات بحياته. وبرجع بقول فكرة ان لاقيت شغف بهالحياة تسعى له، هيدا لحاله على هالعمر هيدا لحاله انجاز كتير كبير. وعلى فكره يمكن هي مرت بحياتها بكتير زعل وحزن واكتئاب لحتى لو وصلت لمرحله قررت انه تعمل كوميديا. يمكن فائت بيوم من الايام قالت خي اختها الشغله اخر الشيء رح موت، خليني اضحك وضحك غيري. ما بعرف، اعطوني رايكم بالكومنتس، بتحبوها ولا بتعتبروها ثقيله؟ ايه وبعد شغله تعا انت عرفت انه الستريمر اي شو سبيد طلع الغالي على ستريم؟ طب بدك تعرف انا برايي الشخصي شو الحل للموضوع او شو صار معه وشو الحاله النفسيه يلي مرق فيها سبيد؟ رح اترك لك هالفيديو وفوت احضره وبتتسلى. كان معكم خيكم الوادز، لا تنسوا الشير وبشوفكم على خير، يلا بيس.